عمرِك قابلتِ البنت اللي لمّا بتدخل أي مكان كل الناس بتخدمها، طلباتها بتتنفّذ، الناس بتسمع لها، والدنيا ماشية معاها زي ما هي عايزة؟ أكيد جِه في بالِك وقُلتِ هي عاملة إيه بالضبط؟ أنا المفروض أعمل إيه عشان أكون زيها؟ في الفيديو ده هافتح معاكِ صندوق أسراري، هاحكي لِك إزاي البنت الدلوعة بتاخد كل حاجة بسهولة، بس مش دلع فاضي، دلع بذكاء. تعالي نفُك ونبدأ نعرف شفرة البنت اللي بتاخد كل اللي هي عايزاه من غير حتى ما تطلبه بوضوح. هاعلّمِك 5 حاجات وهاقول لِك بعديهم قصتي إزاي كنت من بنت بتحرق كتير، بتعمل مجهود كبير أوي عشان توصل للي هي عايزاه، لبنت بتستخدم ذكائها ودلعها للوصول لأي حاجة هي عايزاها. أول حاجة لازم أقول لِك الأول مين هي البنت الدلوعة. خلّيني أوضّح لِك حاجة من البداية، مش كل بنت صوتها ناعم أو بتضحك كتير وبتلفت الانتباه تبقى دلوعة، ده في فرق كبير أوي بين الدلع الفاضي والدلع الواعي. هاحكي لِك قصة في كل فصل، وبعديها هنتعلم من القصة دي درس أو فكرة نعرف بيه إزاي نكون بنت دلوعة فعلًا. القصة للفصل ده هي ريم. ريم كانت شغالة في شركة، بنت بسيطة أوي ولا مش ملفتة ولا أي حاجة، بس كل الموظفين كانوا بيحبوها جدًا، مديرها كان بيدافع عنها حتى لو غلطت. في مرة المدير جه وقال لهم اللي عايز يحوّل من قسمه لقسم تاني يعمل طلب، كلّهم قدّموا طلبات. ريم ريم راحت للمدير قالت له: "هو حضرتك شايفني مناسبة لقسم التسويق؟" بَص لها وقال لها: "أنتِ أكيد مناسبة." ونقلها على طول من غير ورقة ولا واسطة، من غير حتى ما تطلب. اللي حصل هنا إن ريم مشت بدلع ذكي، سابت له القرار، بس قالت الجملة اللي فتحت الباب. هي مش دلوعة عادية، دي دلوعة ذكية، مش بتلح، مش بتضغط، بس بتعرف إمتى تقول إيه وإزاي وبصوت قد إيه. عايزة أوضح لِك في الأول إيه هي صفات البنت الدلوعة في العموم. أول حاجة فاهمة قيمتها، مش بتقول أنا عادية، بتقول أنا أستحق، مش بتستنى الناس تحس بيها، هي بتعرف تتشاف. تاني حاجة عندها وعي باللي حواليها، بتتكلم وقت ما الكل ساكت، بتسأل بذكاء مش بتتأمر، وعارفة حدودها وبتتصرف إزاي في كل وقت. الدلع مش إنك تمشي الناس، لأ، الدلع إنك تخلي الناس نفسها تساعدك وهم كمان مبسوطين. تمرين الفصل ده، خدي ورقة وقلم واكتبي إمتى آخر مرة خدتِ فيها حاجة بمنتهى السهولة، كنتِ بتتصرّفي إزاي، صوتِك كان عامل إزاي، كنتِ مضغوطة والّا سايبة. الدلوعة الذكية مش بتتصنّع، هي بتختار تكون أنثى واعية، بتعرف تقول اللي هي عايزاه بس بطريقة. تاني فصل معانا هو فن الطلب اللطيف. البنت اللي بتتدلّع مش بتتأمر، هي بتطلب، بس مش أي طلب، ده طلب مُغلّف بلطافة، بصوت ناعم وفيه احترام وتقدير. مي كانت شغالة في شركة مش بتدّي أي زيادات بسهولة، زمايلها كلّهم بيشتكوا إن ما فيش أي تقدير، كلّهم بعتوا إيميلات رسمية بطلب الزيادة. مي راحت قالت للمديرة بتاعتها: "أنا مبسوطة جدًا بالشغل معاكِ، حابة أتطوّر أكتر، بس حاسة إن المرحلة الجاية محتاجة يكون فيها حافز. تحبي أعمل لِك تقرير بنتايج شغلي في الفترة اللي فاتت؟" المديرة قالت لها: "اعملي التقرير وأنا هاقدّر ده بطريقتي."
بعد أسبوع اتضافت لها زيادة بدون حتى ما تطلب، أو بمعنى تاني من غير ما تطلب طلب صريح. اللي نستفيد منه هنا إنِك لما تطلبي اعرفي إنِك بتطلبي من مين، اختاري الوقت الصح، خلّي طلبِك دايمًا كإنه اقتراح مش أمر. تمرين الفصل ده، خُدي موقف معيّن أنتِ عايزة تطلبي فيه حاجة واكتبي الجملة دي: أنا حابة أطلب كذا، بس حابة أسمع رأي رأيك الأول، جرّبيها وشوفي الفرق. تالت حاجة أو الفصل التالت هو التحكُّم في الطاقة ولغة الجسد. عارفة إن ممكن صوتِك يكون السبب إن الناس تنفّذ اللي أنتِ عايزاه؟ مش بس الصوت، ده الجسم كمان بيتكلّم. نسمة راحت interview وهي مرعوبة، كانت مؤهّلة جدًا وشاطرة، لكن كانت مرتبكة. أول interview ما اتقبلتش، اتدرّبت على النَفَس الهادي، نبرة صوت منخفضة، نظرة عين فيها ثقة. رجعت تاني لنفس الشركة واتقبلت. لمّا سألها المدير: أنتِ عايزة أنتِ غيّرتِ إيه في نفسِك؟ قالت له: اتعلمت أتكلم وأنا مؤمنة بكلامي. اللي نستفيده من القصة دي إن لغة الجسد مؤثرة جدًا. الوقفة لازم يبقى فيها هدوء، إيدِك ما تتحركش كتير، صوتِك نازل نغمة مش طالع بسرعة. تمرين الفصل التالت، سجلي صوتِك وأنتِ بتطلبي أي حاجة واسمعيه، شوفي صوتِك فيه قلق والّا هادي. لو فيه قلق اعملي نفس التسجيل تاني بس بهدوء، وصدقيني هتشوفي فرق كبير أوي. الفصل الرابع هنتكلم فيه عن الاستحقاق الذهني. الدلوعة مش بتفكر إذا كانت هي تستحق والّا لأ، لإن هي عارفة كده إن هي تستحق. الموضوع كله بيبدأ من دماغِك. سلمى كانت دايمًا بتقول لنفسها: أنا عمري ما هادخل أماكن شيك، مش مكاني. بس لمّا قررت تتحدى تفكيرها، راحت مع صاحبتها مطعم 5 نجوم. من أول ما دخلت بدأت تحس إنها مش أقل من أي حد. الwaiter اتعامل معاها بمنتهى الاحترام. من هنا قررت إنها تستاهل تعيش على مستوى أعلى. حابة أوضح لِك إن الاستحقاق مش معناه غرور أبدًا، هو إحساس من جواكِ إنِك مش أقل من أي حد، وإن وجودِك له قيمة كبيرة. تمرين الفصل الرابع، اكتبي 5 جمل استحقاق بس بصيغة أنا أستحق كذا. يعني مثلًا أنا أستحق إن الناس تحترمني بدون ما أشرح ليه. كرريها بصوت عالي كل يوم 3 مرات. آخر فصل معانا هو الذكاء العاطفي في التعامل مع الناس. أكتر حاجة البنت الدلوعة بتعرف تستخدمها مش صوتها ولا شكلها ولا طلباتها، بتعرف تقرا الناس. هدى كان مديرها بيتنرفز من أقل حاجة، الكل بيخاف يطلب منها. في يوم دخلت له وقالت له: أنا شايفة إن حضرتك تحت ضغط كبير أوي ومقدّرة جدًا ده، بس في حاجة صغيرة محتاجة مساعدة حضرتك فيها، ممكن أقولها؟ نبرة صوتها كانت هادية. المدير سكت شوية وبعدين ابتسم وساعدها. الذكاء العاطفي هنا إنِّك تحسي مشاعر اللي قدّامِك، تختاري وقت الكلام وتدّي له مساحته. افتكري موقف حسيتِ فيه إن شخص كان متوتر واكتبيه أنتِ قُلتِ له إيه. جرّبي تكتبي بقى رَد مختلف تمامًا ويكون فيه تعاطف أكتر، وهو ده الفرق بين الرَد العادي ورَد البنت اللي بتتدلّع بذكاء. قبل ما نختم البرودكاست ده هاحكي لكم قصتي الشخصية وإزاي عرفت كل التفاصيل دي. أنا كنت عادية باتكلم بنبرة صوت عالية، شايفة إني لازم أعمل مجهود كبير أوي عشان أوصل لأي حاجة، وأحيانًا ممكن أعمل المجهود الكبير ده وفي الآخر ما أوصلش برضه. لحد ما في يوم زميلتي في الشغل جات لي وقالت لي:
آية أنتِ شاطرة جدًا، تستحقي الترقية اللي جاية دي، أنتِ إزاي اسم مستبعد؟ ساعتها ما عرفتش أقول لها إيه، جات جنبي ونصحتني كل النصايح اللي أنا قُلت لكم عليها، قالت لي: "مش كل حاجة لازم تكون بحرق مجهود، اتعلمي تتعاملي بذكاء، تقدّمي نفس فكرتِك بس بصوت هادي، الفكرة تبقى واضحة، لازم تتعلمي تسمعي اللي قدّامِك، لازم تكوني هادية من جواكِ وواثقة من نفسِك وواثقة من أفكارِك وكلامِك." اتعلمت منها حاجات كتير أوي، منها الحاجات اللي أنا باقولها لكم دلوقتي وحاجات تانية كتير. عايزة أقول لكم إن الموضوع ده عادي بنتعلمه في أي سِن، خلّي دايمًا صوتِك واطي، نبرة صوتِك أنثوية، مش بدلع بمياعة أبدًا، خلّيكِ واضحة وبتتكلمي ببطء، بلاش تمشي بسرعة وتتكلمي بصوت عالي ودايمًا مضغوطة، اعرفي إن طاقة الأنوثة اللي ربنا حطّها فيكِ بتستقبل وبتجذب كل اللي هي عايزاه من غير أي مطاردة. لو وصلتِ لحد هنا فأنتِ أكيد مش أي بنت، أنتِ مستعدة تكوني النسخة الأحسن من نفسِك، بس مش بالصوت العالي ولا بصدام مع أي حد، لكن بأنوثة واعية، دلع ذكي، ثقة داخلية. فاكرة ريم ومي، نسمة وسلمى وهدى؟ كل واحدة فيهم مش شبه التانية، بس كلهم اشتركوا في حاجة واحدة، عارفين نفسهم وبيستخدموا ده بطريقة ذكية. انتِ كمان تقدري تعملي كده، أنا مش باقول لِك تكوني حد تاني، أنا باقول لِك ترجعي للنسخة الأصلية اللي ربنا حطّها فينا، نسخة مُحدّثة. لو حبيتِ الفيديو ده يبقى الفيديوهات اللي هاعملها الجاية عن أسرار التأثير من غير ولا أي كلمة، الجاذبية الصامتة ولغة العيون، أو فيديوهات موجودة عندِك في القناة زي إزاي تغيّري نفسِك في 30 يوم بس. اشتركي في القناة دلوقتي واضغطي على الجرس وسيبي لي تعليق أنهي قصة من القصص ال5 دول حسيتِ إنها فعلًا شبهِك، وهاقول لِك في الرد الجاي توصلي لإيه بعد كده. أنا معاكِ خطوة بخطوة لحد ما توصلي وتعيشي ببساطة، بدلع، بس بطريقتِك.